لو عندك شقة اشتريتها من 8 سنين ب 500,000 وقررت تبيعها وعايز تحدد سعرها دلوقتي، تعمل ايه؟ في حسابات ومعدلات ليها علاقة بالتضخم، بس انا هقولك اسهل طريقة، احسبها بالدولار. سعر الشقة في 2016 بيساوي 32,000 دولار، وده بحسب سعر صرف الدولار في البنوك وقتها اللي كان ب 16 جنيه. يعني علشان تبيعها السنة دي وتكون حتى ما كسبتش فيها هيكون سعرها 1,600,000 جنيه، وده ببساطة لان سعر الدولار حاليا قرب على 49 جنيه في البنوك. طيب ازاي تحدد سعر عادل للشقة ويكون شامل المكسب؟ متوسط الأرباح الاستثمارية في العقارات هيكون تقريبا 8% في السنة، يعني محتاج تزود 64% على سعرها الحقيقي، وده علشان تقول إنك كسبت كويس. يعني الشقة اللي احنا اشتريناها من 8 سنين المفروض دلوقتي يكون ثمنها 2.5 مليون تقريبا. ولو بقى عايز تتأكد من السعر ده، في شوية حاجات لازم تخلي بالك منها. أول حاجة، اسأل على أسعار الشقق اللي في نفس منطقتك وبنفس مواصفات شقتك من حيث المساحة وعدد الغرف والموقع، وده ممكن نلاقيه على مواقع زي عقار ماب او دوبيزل. احسب بقى متوسط اسعار الشقق دي وحدد على اساسها سعر شقتك. تاني حاجه، لو انت عملت تجديدات او اضافات احسب برضو تكلفتها وزودها على السعر. رابع حاجه، احسب تكاليف البيع زي عموله الوكلاء او رسوم نقل الملكيه وحط كل ده في اعتبارك. اخر حاجه بقى، لازم تشوف العرض والطلب في السوق، لو الطلب عادي حط سعر اعلى، ولما تجمع كل المعلومات دي هتقدر تحط سعر عادل لشقتك يحقق لك افضل عائد. يلا شير بقى الفيديو ده علشان غيرك يستفيد.